تصريحات انتحارية، مش هنقول مجنونة، ده تصريحات انتحارية من المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام حسن، اللي باوجه له تساؤل هنا يعني، هو في مصري حقيقي زي ما أنت قُلت، وفي مصري مش حقيقي؟ هو في محترف رُبع ومحترف كامل ومحترف نُص زي ما أنت قُلت، 2 محترفين وربع، أنت بتقضي على لاعب، بتقضي على موهبة، ده لو أنت منتخب مصر فعلًا يعني. تساؤل تاني، أنت قصتك إيه بقى الفلوس وما بتاخدش فلوس زي بتوع سيراميكا وبتوع مش عارف إيه، طب يا كابتن هنا أبو ريدة ادّي له فلوس عشان الراجل يقتنع إن هو بيدرّب منتخب مصر، ادّي له بالدولار، هو أنت لو خدت بالدولار الأزمة هتتحل؟ كابتن حسام حسن تصريحاتك لا تليق بمدرب مع احترامي للجميع في الدرجة الرابعة، وده اللي بيودينا لسكة تانية، الكورة في مصر خناقة، اتفرّج على المدير الفني لمنتخب مصر وتصريحاته الانتحارية، بجد الكورة في مصر خناقة، أنت راجل لعبت كورة، وراجل عملت تاريخ في الكورة، بس في التدريب أعتقد صعب يكون ليك تاريخ يعني، ومش قصة أنت صعدتنا لكأس العالم، أنت عملت تاريخ لنفسك، ومصر الطبيعي كانت تصعد لكأس العالم يا كابتن حسام، مش هاكمل بقية تصريحاتك لأن صعب تتقال، بس ده نموذج للمدير الفني لمنتخب مصر، في النهاية الكورة في مصر خناقة.